الفكر التجاري يتقبل فكرة فرض رسوم في هذه الفترة أو ضريبة على التجار أو على بعض الأنشطة التجارية؟ شوف، الضريبة شيء لا بد منه. يعني ما تقدر أنت اليوم تعيش بدون ضريبة. يعني أنا أعتقد في يمكن ما أدري إذا الحكومة غافلة، بس أكيد الحكومة عندها خطة كاملة وشايفتها. في بعض المواد اللي قاعد سلع كمالية قاعد تستورد من برا بدون ضريبة، لا بل بالعكس قاعد تسبب إغراق في الكويت. أنا أتكلم يعني كان في قطاع أنا فيه، قطاع المياه، يمنع من التصدير المنتج المحلي ويغرق من قبل المنتجات الخارجية. هل هذا يعقل؟ حط عليه ضريبة، حط عليه ضريبة. يعني أنا ما أقدر أعطيك أكثر شرح لأن أنا في القطاع، بس ما المفروض يعني يكون هناك سلع تيلة للكويت ما يكون عليها ضريبة. هذه بداية. أنت ما تبتدي بالسوق الداخلي، تبتدي بالخارجي. كنا شفنا كلنا شفنا أسواق المنطقة المجاورة حطوا ضرائب على السلع المستوردة. ليش؟ لحماية المنتج الوطني. احنا الكويت ما فعل قانون الضريبة فعلا المضافة على السلع المستوردة الكمالية. أنا ما أتكلم عن أدوية ولا أساسية. الأساسية. يعني أنت عندك اليوم حماية وعندك قانون دعم المنتج الوطني يجب أن يفعل. دوركم في اتحاد الصناعات؟ والله احنا صار لنا سنين في اتحاد صناعات فوق ال 15 سنة نحاول دعم المنتج الوطني، ونحاول بشتى الطرق ان يكون لنا دور في عملية النهضة بالصناعة، إيجاد الأراضي، وضع السبل الحقيقية لمنفعة الدولة أولا، ومنفعة المنشأة، ومنفعة السوق، ومنفعة المستهلك. لكن القوانين تأخذ وقت.